الباب وحول الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا لابد من تقديم توضيحات أساسية. التوضيح الأول هو أن التشريع في مجال الجمارك لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تغيير. معناه أن القوانين اللي كانت مرتبطة بالمراقبة الجمركية في مختلف المناطق الحدودية هي اللي ساري بها العمل. المسألة الثانية وهي أساسية هو أن التشريع الجمركي لا يهم إلا العمليات التجارية. معناه أن خارج العمليات التجارية الجمارك لا تتدخل ولا تتدخل في أي مراقبة سواء كانت مشددة أو غير مشددة. المسألة الثالثة وهي نتيجة لهذا فالمغاربة اللي تسافروا ومن بعد ترجعوا للبلاد أو المغاربة المقيمين بالخارج واللي تحظوا بعناية خاصة من طرف جلالة الملك نصره الله، فما كاين إجراءات تتعلق بالأغراض الشخصية نتاعهم ولا الهدايا اللي تيجيبوها لأقاربهم أو لذويهم. ورابعا الإدارة الجمارك وفي إطار تسهيل والتبسيط المساطر قامت وستقوم، وهذا التزام من الحكومة، بكل الإجراءات ولن تدخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل المغاربة وعلى تسهيل سفريات المغاربة المقيمين بالخارج. وهذا هو اللي تبتته خلال العمليات نتاع مرحبا الأخيرة والتي نالت استحسان وإعجاب جميع المغاربة المقيمين بالخارج وكانت مصدر تنويه من طرف الجميع. وبالتالي فهذا المجال كما قلت واللي تعني الحريات نتاع المغاربة المقيمين في المغرب والسفريات نتاعهم إلى الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن أو المغاربة اللي كاينين في مختلف الدول الأجنبية، فلا يتسع لا الإشاعة ولا لتصريف مغالطات تزرع شيئا من الشك في نفوسهم. وأقول بأن الحكومة والإدارة الجمارك متجندة مرة أخرى لتسهيل ليس لتشديد المراقبة بل لتسهيلها، وأن عمل الجمارك يتعلق بالمبادرات وبالأنشطة التجارية فقط. شكرا لكم مرة أخرى.